بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف منظومة الرادار الذكي اللي جاري تركيبها في مصر على كل المحاور والطرق الجديدة والقديمة. كل الشوارع اللي موجودة جوه القاهرة برضو اتركب فيها عدد كبير جدا من الرادارات دي. الرادار ده مرتبط طبعا بالملصق الذكي، وزي ما انتم شايفين امكانيات كبيرة ومنظومة ذكية معتمدة على كوادر فنية. زي ما انتم ملاحظين في الصور هتلاقوا امكانيات كبيرة جدا، وحدات المراقبة والكلام ده. جالي نموذج المخالفة اللي انتوا شايفينه ده مخالفة حصلت في نفق الأزهر. مصور فيه العربية وقت الدخول وقت الخروج، وصورة السواق والراكب اللي جنب السواق كمان، وقت الدخول وقت الخروج، سرعة العربية، المكان، وتاريخ المخالفة. تعالوا نشوف بعد المقدمة. طبعا المخالفة دي حصلت في نفق الأزهر، فأنا برضو حابب أجيب الرادار اللي صور المكان ده. الخروج زي ما انتم شايفين اللقطة اللي حصلت، تعالوا نشوفها على البطيء تاني. ده رادار موجود في بداية النفق وفي نهاية النفق. أنا دلوقتي في نهاية النفق داخل على ميدان الأوبرا أو على وسط البلد، يعني أدي اللقطة، وأدي لقطة تانية برضو هتظهر مع العربية اللي جنبي. طبعا أنا قلت في فيديو قصير قبل كده إزاي بتجيلك المخالفة على الموبايل. بتجيلك رسالة من البريد المصري وفيها لينك بتدخل عليه، وبتبدأ تدخل الرقم القومي طالما ان الرخصة هي باسمك، وبناء عليه بتدخل لموقع نيابة المرور، والموقع ده بيوصلك للمخالفة بتاعتك بالشكل ده. المخالفة طبعا فيها كل البيانات، لو هتقدر تدخل هتشوف كل حاجة متصورة. كان زمان طبعا ممكن يجيلك مخالفة وانت مش عارف هل العسكري او امين الشرطة اللي كتب المخالفة كتب الرقم صح ولا غلط. ممكن كان في عامل بشري، كان في حاجات تانية كتير، كان في ممكن اللوحة مطموسة تبص تلاقي جايلك مخالفة انت ما عملتهاش وانت مش موجود. معظم الناس كنا بنسمع الناس اللي تقول لك انا اتعمل لي مخالفة في السويس وانا عمري ما رحت السويس، او من طنطا واتعمل له في اسيوط. ده خلاص، يعني انت دلوقتي بالصورة اللي هيعمل مخالفة هيقدر يتثبت منها ان هو فعلا المخالفة دي بتاعته ولا جايله بالغلط. فزي ما انتم شايفين ده نموذج 125 مرور طالع من وزارة الداخلية. نص اللي فوق بيكون فيه صورة العربية، يمين وشمال ده الدخول والخروج. المخالفة دي يا جماعة حصلت تحديدا في نفق الأزهر، فهي جايبة وقت الدخول للنفق. ده كاميرا أو رادار لقط الناس، وفي صورة يعني جوه الصورة كده هتلاقي على اليمين لو ركزتوا هتلاقوا فيه صورة السواق والراكب اللي جنبه. وبرضه وقت الخروج برضه بيحصل لقطة بيشوف فيها سرعة العربية والناس اللي راكبة جوه العربية ملتزمة ولا لا. وعلى الشمال صورة واضحة للسواق، سواء بقى بيستخدم الموبايل أو بياكل وهو سايق أو لابس الحزام أو مش لابس الحزام. طيب، النقطة التانية بقى في المنظومة دي إن هو مش بيقيس لك بس سرعة العربية في لقطة، لا، هو مثلا طول النفق لو 10 كيلومتر فالمفروض السرعة في نفق الأزهر 50 كيلومتر في الساعة. فأنت المفروض لو هو 10 كيلومتر أنت هتقطع المسافة دي في قد كده. يعني أنا مش عايز أدخل في حسابات دلوقتي، لكن هو طول النفق 2.6 كيلومتر، فالمفروض إن أنت تقطعه في 4 دقايق. طب قطعته في 3 دقايق يبقى أنت كده تعديت حد السرعة، وبناء عليه هيبدأ يسجل لك مخالفة. لكن لو أنت قطعت الوقت اللي بين الدخول والخروج كان 4 دقايق، فخلاص انت كده كنت ماشي مظبوط في المسافة اللي بين الكاميرتين. يعني زي ما انتوا شايفين صورة واضحة جدا للسواق والراكب اللي جنبه. تحت هنلاقي التاريخ، وعلى الشمال تحت برضه هنلاقي فيه سرعة العربية 43 كيلومتر في الساعة. طبعا السرعة احنا قلنا ان هي 50 في النفق. ننزل تحت نلاقي في طول الطريق اهوت 2.6 بيقول لك وقت الدخول كان الساعة 4 عصرا 4 و22 دقيقة و26 ثانية. على جنبها يعني جنبها على الشمال هتلاقي في وقت الخروج 4 26. يبقى انت كده قطعت النفق ده في 4 دقايق وشوية، يعني أقل من 4 دقايق.
ففي الحالة دي هو كان هيحسب مخالفة لو السرعة عدت عن 50 كيلومتر، أو الحسبة اللي هي بتاعت 50 كيلومتر في الساعة يعني. مش عارف أنا قدرت أوصلها ولا لأ، لكن هو بيحسب لك متوسط سرعتك طول الطريق عن طريق الوقت اللي بين الدخول والخروج. لكن هنا المخالفة بصراحة كانت عن قيادة السيارة بدون حزام أمان زي ما هي موجودة، وصف الاتهام، وعلى الشمال مكتوب طبعا مكان الضبط ونفق الأزهر، ورقم الصورة في الرادار، رقم الجهاز، الحد القانوني للسرعة 50. صور واضحة جدا ما فيهاش أي جدال، وبصراحة منظومة أنا مبسوط إن هي، المهم إن هي تتطبق، بتطبق على كل الناس. أنا دلوقتي خلاص بقى، أنت عربيتك مفيمة مش مفيمة مش عارف فيها إيه، الكلام اللي إحنا بنسمعه ده، فلا، أنت اللي هيعمل مخالفة هو أوتوماتيك الرادار هيلقطها، هتتسجل مخالفة، خلاص على كده. عايز بقى بعد كده لو متظلم بتدخل تشوف المخالفة لو كانت بتاعتك ولا مش بتاعتك. برضو ده انت الرسالة اللي هتجيلك على الموبايل ده بناء على رقم التليفون اللي انت سجلته وانت بتعمل ترخيص العربية. ناس كتير يقول لك ايه، اكتب رقم تليفون تاني. مفيش مشكلة، الرسالة هتوصل لرقم التليفون التاني، وهتيجي تجدد الترخيص، برضو انت اللي هتدفع المخالفة، فمفيش مشكلة. لكن الأحسن إن أنت تكتب رقم تليفونك مظبوط، بحيث إن هو يوصلك المخالفة، وتبقى عرفت أنت أول بأول كده أنت خدت مخالفة فين، وتقدر تتظلم لو هي المخالفة مش بتاعتك. منظومة بصراحة رائعة، واتركبت في طرق كتير، موجودة على الدائري وعلى محور بنها، وموجودة على محور 26 يوليو. على الدائري موجودة يعني في اتجاه مدينة القاهرة الجديدة، وموجودة برضو في عند كوبري صفت برضو موجود واحد هناك، وهي منتشرة في أماكن كتير واشتغلت في أماكن كتير، وإحنا معظم الناس ما تعرفش إن هي شغالة. منظومة زي ما انتم شايفين في الصورة، ده على طريق محور شبرا بنها. الطريق ده كان حصل في فترة كده، قعدوا سنة تقريبا نزلوا السرعة ل90 كيلومتر في الساعة، لكن هم بدأوا تركيب الرادارات، ومجرد ما هي خلصت السرعة رجعت دلوقتي بقت 120 كيلومتر في الساعة، والطريق بقى طريق حر تاني، وعشان يقدروا يسيطروا بس على موضوع السرعة. دي صورة لطريق شبرا بنها. هنشوف برضو صورة تانية. الصورة دي على طريق محور 26 يوليو. اللي نازل من الدائري هيلاحظ ان في كاميرات تحت، في كوبري مشاة كده. لو انت نازل من الدائري رايح على اكتوبر، هتلاقي في كوبري مشاة تحته على طول متركب الكاميرات دي وشغالة. في النهاية لازم اقول نصيحة للناس برضو، التزام بالسرعة كويس، ومهما كان اللي انت بتجري علشان تلحقه هو مش اهم من صحتك واهم من سلامتك. فيا رب اكون وضحت لكم المعلومة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.